أجمل ست في هوليوود كانت بتقعد في البيت بالليل تشتغل على إلكترونيات واختراعات، وواحد من الاختراعات دي في موبايلك لغاية دلوقتي. وخليني أقول لك إن وقتها ما خدتش منه سنت واحد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الشاب الإلكتروني، وبدون مقدمة طويلة يلا نبدأ. سنة 1938 لو سألت أي حد في أمريكا وقلت له مين هي أجمل ست في العالم دلوقتي، كله هيقول اسم واحد بس: هيدي لامار، نجمة الام جي ام، أكبر استوديو في هوليوود وقتها. لعبت أدوار كتيرة جدا وقتها، ومثلت مع سبنسر تريسي وكلارك كيبل، وكانت صورتها على غلاف كل مجلة. وده طبعا اللي الناس كانت شايفاه، ولكن اللي الناس بقى ما كانتش شايفاه إن هيدي كانت بترجع لبيتها بالليل وتقعد لوحدها في أوضة وتشتغل على تجارب كلها إلكترونية. ما كانتش هواية بتقضي بيها وقتها، دي كانت فعلا تجارب حقيقية ومعادلات وأفكار بجد. عشان تفهم الحكاية كلها لازم نرجع خطوة لورا، يعني كده. قبل ما هيدي توصل في أمريكا كانت في النمسا، وكانت متجوزة من راجل اسمه فريتش ماندل، والراجل ده شغلته إن هو كان بيبيع أسلحة للنازيين. كان شخص غني جدا، واتقال عنه إن هو شخص متملك، لأنه كان بيحب يجيب هيدي معاه في كل اجتماع ليه، سواء مع الضباط أو المسؤولين. يعني كانوا واخدها مجرد شكل وحاجة كده قدام الناس مش أكتر. بس اللي ماندل معرفوش إن هيدي كانت بتسمع كل اجتماع وكل نقاش بيتناقشوا فيه وكل مشكلة عسكرية، وكانت بتعرف تحفظ كويس أوي الكلام اللي بيتقال. وفي وقت ما صديقي قررت إن هي تهرب منه، وفعلا اتنكرت في الزي بتاع الخادمة بتاعتها وهربت، وصلت للندن ومنها راحت أمريكا، ومثلت مع الام جي ام اللي هو كان أكبر استوديو في هوليوود وقتها، وبقت نجمة هوليوود الأولى. بس اللي كانت بتسمعه في الاجتماعات لسه فضل في دماغها. الحرب العالمية الثانية بدأت وقتها، وكان في مشكلة كبيرة جدا عند الحلفاء. التوربيد اللي هو الصاروخ الغواص كان بيتوجه بإشارات الراديو، إشارة بتتبعت من السفينة للتوربيد وتقول له روح هنا روح هنا وهكذا. المشكلة إن الإشارة كانت بتتبعت على تردد ثابت، والتردد ده هو عدد اهتزاز الموجة في الثانية الواحدة. بما إنه ثابت، فالألمان اكتشفوا إن هم يقدروا يشوشوا عليه، يبعتوا نفس التردد بس التركيز أعلى، فالتوربيد يطوف. هيدي لامار سمعت المشكلة دي لما كانت في الاجتماعات، وعلشان كده فضلت من وقتها لغاية دلوقتي بتفكر في حل. والإلهام جالها من حاجة غريبة جدا. صاحبها وقتها كان موسيقار اسمه جورج أنسل، كان موسيقار عبقري. عرف وقتها إنه شغل 16 بيانو آلي مع بعض في نفس الوقت، وكان بيحب يعمل حاجة جميلة جدا: كل البيانوهات بتلعب نفس المزيكا بنفس التوقيت بنفس النوتة، ومن غير ما حد يقول لهم حاجة. هنا هيدي بقى قالت هو ده الحل بالظبط. فكرتها كانت بسيطة ولكن كانت عبقرية في نفس الوقت. بدل ما التوربيد يستقبل الإشارة بتاعته على تردد واحد وثابت، الإشارة تقفز بين 88 تردد مختلف. 88 زي مفاتيح البيانو بالظبط. خليني أشرح لك الكلام ده بيحصل إزاي. الإرسال والاستقبال عندهم نفس الورقة المنبثقة اللي موجودة في البيانو، يعني نفس النمط بالظبط، بيقفزوا مع بعض على نفس التردد وكمان على نفس النمط وفي نفس اللحظة، وبيتغيروا 88 مرة في الثانية. فالعدو وقتها هيلاقي إشارات بتظهر وترتفع على ترددات مختلفة، ومش هيكون قادر يمسك ولا واحدة فيهم. كمان ما يقدرش يشوش على حاجة بتتحرك بالسرعة دي، ودي حاجة اسمها الفريكوانسي هوبينج سبيكترم، يعني انتشار الطيف بالقفز بين الترددات. وبيني وبينك يعني عشان تفهم، هي الإشارات اللي بتتغير وبتجري علشان ما حدش يمسكها. إيدي وجورج سجلوا براءة اختراعهم دي في 11 أغسطس 1942. سجلوها وقتها باسم نظام الاتصالات السري، وعرضوا وقتها الاختراع على البحرية الأمريكية، ولكن البحرية الأمريكية رفضت. قالت إن الفكرة معقدة جدا وصعبة التنفيذ. والاحتمال التاني اللي مفيش حد بيقول إن كان في ناس في البحرية مستحيل تاخد اختراع دفاعي بالجدية دي بالنسبة لمخترعة اسمها على شاشات السينما كلها. هيدي قررت ان هي تتبرع بالاختراع ده للحكومة الامريكية، يعني حاجة كده كمساهمة في سبيل جهد الحرب. وبراءة الاختراع دي انتهت سنة 1959، يعني بعد ما خدت البراءة بتاعتها ب 17 سنة. وهيدي طول ال 17 سنة دول ما خدتش سنت واحد من اختراعها. وبعدها بسنتين في 1961 حصل أزمة الصواريخ الكوبية. أمريكا وروسيا كانوا خلاص داخلين حرب نووية، والبحرية الأمريكية وقتها استخدمت تقنية الفريكوانسي هوبينج عشان تتواصل بين السفن بتاعتها من غير ما العدو يشوش عليه. نفس فكرة هيدي بالظبط، بس بعد ما المباراة انتهت ومن غير ما هي تعرف ولا حد يقول لها يا ولاد
طب ايه علاقة كل ده بقى بالاختراع اللي في موبايلك دلوقتي؟ البلوتوث اللي موجود في موبايلك دلوقتي اللي انت بتربط بيه سماعتك او اللي انت بتبعت من خلاله بيانات لحد تاني بيستخدم نفس مبدأ هيدي لامار، لان البلوتوث بيقفز بين 79 تردد مختلف في نطاق 2.4 جيجا هرتز، يعني 1600 مرة في الثانية الواحدة، 1600 مرة. عشان كده سماعة البلوتوث بتاعتك وسماعة البلوتوث بتاع جارك ما يقدروش يشوشوا على بعض، لأن كل واحد بيقفز على نمطه الخاص. والواي فاي برضه بيستخدم مبدأ مشابه اسمه الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، يعني بيوزع الداتا على كذا تردد في نفس الوقت بدل ما يبعتها كلها في تردد واحد. فالنتيجة ان لو في تشويش في تردد معين التردد التاني بيكمل. وعشان كده ليه العمارة اللي انت فيها كل بيت فيها بيكون فيه جهاز راوتر للواي فاي ومش بتشوشوا على بعض. وفي معلومة كده برضو مش كتير ناس عارفينها، انت لو جيت لكلمة بلوتوث ودققت فيها شوية هتلاقي هي عبارة عن كلمة بلو وعبارة عن توث يعني اسنان زرقاء، وده عموما اللي الناس مفكراه بجد، يعني الناس مفكرة ان هي معناها كده. ولكن اللي الناس ما تعرفوش بقى ان اسم بلوتوث ده اسم ملك فايكنج، يعني اسمه هارالد بلوتوث، ملك فايكنج دنماركي من القرن العاشر. كان مشهور ان هو وحد القبائل الدنماركية اللي كانت بتتحارب مع بعض وقتها، وسموا تقنية البلوتوث بالاسم ده علشان التقنية دي بتوحد الأجهزة المختلفة مع بعض. والشعار ده بالمناسبة هو الحرف الأول من اسمه بالفايكنج، يعني الشعار ده اتش وبي مع بعض، اتش فور هارد والبي فور بلوتوث. دي حاجة ملهاش علاقة بهيدي قوي يعني، بس أنا حبيت أقولها. في سنة 1997 مؤسسة الحدود الإلكترونية قررت تدي هيدي لامار جايزتها الكبيرة، جايزة الرواد. وقتها هيدي كانت عندها 82 سنة وكانت عايشة في بيتها في فلوريدا. اتصلوا بيها علشان تروح تاخد جايزتها، راحت واستلمت جايزتها، وبعدها ب3 سنين سنة 2000 كانت توفت. وفي سنة 2014 يعني بعد وفاتها ب 14 سنة اتحطت في قاعة مشاهير المخترعين الأمريكيين. بتاخد الجايزة وانت عندك 82 سنة وتتحط في قاعة مشاهير بعد ما تموت ب 14 سنة. الكون أحيانا بيكون بطيء جدا في الاعتراف بحقك. في ناس كتيرة بتبدع والعالم بيعرف بيهم بعد ما بيكون فات الأوان، وفي ناس بتشوف الشعار الأزرق بتاع البلوتوث ده من غير ما يعرف إن كان في ست ورا الموضوع ده بتهرب من جوزها. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لها شير كده لأي حد من صحابك ممكن ما يصدقش إن كلمة بلوتوث دي اسم الملك فايكنج. وقول لي في الكومنتات إيه الاختراع اللي صاحبه أنت شايف إن هو ما اتقدرش أو خد مكانه كان المفروض ياخد مكانه أحسن منه. عندي إحساس إن هيكون فيه ردود كتيرة مختلفة. كل حاجة اتكلمت عنها في الفيديو هتلاقي المصدر بتاعها في الديسكريبشن. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وما جاتش على الجرس. إلى اللقاء، ما أشوفكم الحلقة الجاية.